بصي بقى في الفيديو ده فيه 9 أفكار جامدين جدا ومهمين جدا لا غنى عنهم. لو فاتك الفيديو أنا مش مسؤولة. احفظي الفيديو عشان بجد هتحتاجيه جدا. يلا بينا نشوف مع بعض. لو الشرشوبة عندك وصلت لمرحلة تنظيفها بالطرق العادية بقى صعب جدا وريحتها كريهة، هتجيبي يا ست الكل كيس بلاستيك وتحطي الشرشوبة جواها، وتحطي جواها شوية سائل غسيل أطباق مع شوية بيكربونات الصوديوم مع شوية ملح وشوية خل، وتقفلي عليها الكيس كويس وتسيبيها حبة، وكل 10 دقايق تعالي كده رجيها واضغطي عليها كذا مرة، وسيبيها بقى حبة ساعتين، وبعد كده تعالي اشطفيهم بالمية، هتلاقيها ترجع جديدة ونظيفة جدا. هنا جابت ايه؟ منديل وايبس. عملت ايه يا ترى؟ جت هنا شوية مية مع سائل التنظيف وبلت المنديل فيه، وبعد كده لفته على فرشة، وهنستخدمها في تنظيف شبك الشبابيك. وهنا مش هتحتاجي ان انت تفكي الشبابيك وتتعذبي عشان تنظفيه، بننضفه بمنتهى السهولة بالفرشة بالشكل ده اللي عليها المنديل الوايبس مبلول بمية مع سائل التنظيف، تقدري تنضفيه جوه وبره هيبقى نظيف وجميل. هنا بقى لو الحيطة عندك متوسخة ولا يهمك، هنجيب معجون أسنان مع سائل غسيل الأطباق ونحط عليهم شوية كحول أو خل، واخلطيهم كويس، حطيهم في بخاخة، رشي على الحيطة وتعالي بقماشة وامسحيها وهينضف معاكي جدا وبسرعة. الكاتل بقى ومشاكله معانا، لما بنستخدمه لفترة طويلة بيتكون زي ما احنا شايفين طبقة من الترسبات، بيبقى صعب جدا تنظيفها بأي طريقة. هنعمل ايه؟ هنجيب شوية سكر وحطيهم جوه الكاتل وعليهم شوية خل وكمان عليهم حبة مية، وشغلي الكاتل لغاية ما يغلي وسيبيهم 10 دقايق وبس، وهتفضي الكتل وتشطفيه هتلاقيه رجع جديد. طب وبالنسبة للتكييف اللي منضفش من ساعة ما اشتريناه، ولا يهمك، هاتي كده خرجي الفلتر اللي فيه، وبعدين هاتي شوية مية وعليهم شوية مسحوق غسيل وحبة خل وبس، حطي فلتر التكييف وانقعيه فيه وخرجيه، هينضف معاكي بمنتهى السهولة. واتفرجي بقى بعد كده لما تركبيه على قوة الهواء اللي هتطلع من التكييف بعد ما نضف. طيب الطاسة أو المقلاة لما نحب إن احنا ننضفها بحيث ما يلزقش فيها الأكل، هنجيب قليل كده من معجون الأسنان ومعاها سائل غسيل الأطباق وحبة بيكربونات الصوديوم وشوية خل، سيبيهم كده عليها يتفاعلوا حبة وسيبيهم يتنقعوا، وبعد كده تجيبي ليفة وتدعكيها، بس بلاش حاجة خشنة، وندعكها وبعد كده نشطفها بالطريقة دي مش هيلزق فيها أي أكل. طب بالنسبة للطاسة بقى اللي متراكم عليها زيوت بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هنجيب طبقة من الملح كده نرشها عليها، وعليها طبقة من بيكربونات الصوديوم، وحط عليهم سائل غسيل الأطباق واخلطيهم ببعض كده كويس، وبعد كده نجيب مناديل ونغطيهم بيها ونحط على المناديل من فوق خل، وبعد كده أسيبهم فترة واجي بعد كده أدعكهم، وبكده هتتخلصي من الترسبات والتراكمات وهتبقى نظيفة. طيب السكينة بقى ما بقتش حادة معانا، تعالي شوفي الطريقة دي، هترشي على السكينة ملح طعام وهتحطي عليها خل، وجيبي حبة من البطاطس كده واقعدي افركي سطح السكينة بالشكل اللي انت شايفاه، هتكرري الكلام ده كذا مرة وتكرريه على الجنب التاني للسكينة واغسليها، هتلاقيها بقت حادة معاكي. طيب عبوات التوابل والزيت الزجاجية اللي بتتراكم عليها دهون صلبة بعد فترة وبيبقى غسيلها صعب علينا شوية، تعالي هنعمل حيلة بسيطة جدا، هتجيبي كيس بلاستيك وتحطي عليه سائل غسيل الأطباق بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتيجي تحطيه كده وتفركيه على العبوة زي ما احنا شايفين، هتلاقي الكيس البلاستيك هيمتص كل الأوساخ اللي موجودة، وترجعي تشطفيها هتبقى نظيفة وزي الجديد.